بيقولوا ان البيوت الجديده بتبقى صفحه بيضاء انت اللي بتكتب فيها حكاياتك وذكرياتك، بس انا بقول لك ان الكلام ده مش حقيقي. مفيش حاجه اسمها صفحه بيضاء. كل بيت بيبقى مبني على ارض ليها تاريخ وليها ذكريات ممكن ما تبقاش عايز تعرفه، وساعات التاريخ ده ما بيبقاش عايز يتنسي، بيفضل مستني اول ضحكه سعيده علشان يطلع ويمسكها. ملك كانت واقفه بتبص على الحيطه البيضه الجديده، شافت زي ما يكون اثار طفل صغير موجوده على الحيطه. نادت لجوزها آسر عشان يشوفها، بس آسر قرب وبص ما لقاش في حاجه. والله يا حبيبتي يمكن انت تعبانه من فرش الشقه، فقال لها ممكن تبقى بتهيألك بعض الحاجات. بس ملك كانت متاكده من اللي هي شافته، اثر ايد طفل بان واختفى لمجرد ثواني، وآسر كان فاكرها بتهلوس، ما كانش يعرف ان الاثر اللي ملك شافته ده كان مجرد البدايه. الحكايه بدات من آسر وملك عرسان جداد استلموا شقتهم الجديده. شقه كانت حلمهم. آسر هو مهندس معماري وهو اللي عامل تصميم الشقه كله، وملك رسامه ومهندسه ديكور وهي اللي كانت مصممه كل ديكور الشقه. بس من اول يوم وملك حاسه ان في حاجه غلط بتحصل في الشقه. دوشه بالليل بتحصل، وصوت خبط خفيف، وتسمع صوت اطفال بتصرخ، وريحه حريق قديم بتظهر وفجاه تختفي. كانت بتحاول تقنع نفسها زي ما الناس بتقول انها تهيؤات، لحد ما شافت الاثر ده بعينيها. والمره اللي الاثر ظهر فيها ما كانش مجرد خيال، كانت فعلا شايفاه. وفجاه في يوم صرخت باعلى صوتها. آسر جري على اوضه النوم عشان يلحقها، لقاها واقفه بتترعش في اوضه النوم وبتشاور على الحيطه، بتقول له آسر تاني ظهر تاني. المره دي آسر شافها، اثر ايد طفل صغير مطبوعه على الحيطه، كأن طفل غطس ايده في دم وطلعها حطها على الحيطه. قرب من الحيطه بحذر ولمس الاثر، ما كانش ناشف، كان كأنك لسه مبيض حيطه وبيضها موجود لسه طري. الاثر المرعب اللي ظهر ده كان هو الدليل القاطع ان هم مش لوحدهم في الشقه دي، وان اللي بيحصل ده مش مجرد تهيؤات. الاثر فضل يظهر ويختفي قدام ملك لوحدها، ما كانش حد بيلاحظه غيرها لحد الليله دي اما الاثر قرر ان هو يعرفهم ان هو فعلا موجود. آسر بص لملك وهو مرعوب وقال لها احنا لازم نعرف ايه حكايه الشقه دي بالظبط. ما كانش يعرف ان الحكايه اللي هيكتشفها ابشع مما كان متخيل، وعشان يعرف الحقيقه كان لازم يسال الناس القديمه اللي موجوده في المنطقه اللي هو ساكن فيها. العماره دي يا ابني مبنيه على ارض مش طاهره، ده كان كلام عم حامد بواب العماره اللي جنبهم. هي عماره جديده بس الارض بتاعتها شافت ايام سودة. آسر حس بجسمه بيقشعر. شافت ايه الارض يا عم حامد؟ كلام عم حامد كان بدايه كشف الكابوس اللي مدفون بقاله اكتر من 30 سنه. آسر ما بقاش ينام بعد الليله اللي شاف فيها كف الدم ده. فضل قاعد على النت طول الليل بيحفر في تاريخ المنطقه وبيسال جوجل على حاجات كتير جدا، لحد ما لقى خبر صغير: حريق هائل يلتهم ملجأ ايتام دار الرحمه. الخبر كان بيقول ان الحريق دمر كل الملجأ تماما، بل حرق كل الاطفال اللي كانت فيه. وتقرير الشرطه سجل الحادثه ان هو ماس كهربائي وانها قضاء وقدر عادي يعني. آسر قلبه اتقبض لما شاف عنوان الملجأ. ايه ده عنوان بيتي. ايوه، مكان العماره كان هو ملجأ دار الايتام. تاني يوم نزل وسأل عم حامد تاني. عم حامد بص لآسر وقال له الصحافه يا ابني كتبت ان هو ماس كهربائي، بس الناس القديمه اللي زيي عارفين الحقيقه اللي صاحب العماره دفنها زمان مع عظم العيال اللي اتحرقوا. بس مين صاحب العماره دي وليه ممكن يعمل كده؟ آسر ما وثقش في كلام الصحافه. ماس كهربائي ايه اللي ممكن يولع في دار ايتام؟ آسر فضل يدور لحد ما وصل لواحد اسمه عم حسين. الحاج مرسي صاحب العماره الله لا يرحمه هو اللي ولع في الملجأ. ده كان اعتراف العامل العجوز اللي كان شغال في الملجأ زمان. وكمل وقال هو اللي حرق الملجأ بالعيال، حرقهم وهم نايمين علشان ياخد الارض ويبني عليها برج. آسر كان بيسمع الكلام وهو مش مصدق ان في بني ادم ممكن يعمل حاجه زي كده. الحقيقه كانت ابشع مما كان متخيل، ما كانتش مجرد حادثه، دي كانت جريمه قتل جماعي. عم حسين كان في الاول خايف يتكلم وقعد يقول له يا ابني دي حكايات عدى عليها الزمن، انت هتفتح في حاجه ليه بقالها 30 سنه، وانا راجل كبرت ومش حمل بهدله. بس آسر حكى له عن ايد الطفل اللي فيها دم اللي كانت موجوده على الحيطه بتاعتهم. اول ما عم حسين سمع الكلام ده انهار وقرر يعترف بالحقيقه اللي كان كاتمها طول عمره. حكى ان الحاج مرسي كان طبعا في الارض عشان موقعها كان كويس، واداره الملجأ رفضت تبيع الارض، ففي ليله جه مع 20 راجل من رجالته وحرقوا الملجأ تماما. وكمل عم حسين وقال انا شفته بعيني هو ورجالته اما كانوا بيجروا بعد ما ولعوا في الملجأ، بس خفت اتكلم عشان كان راجل واصل وكان ممكن يأذيني. آسر سأله طب والحاج مرسي ده حصل له ايه؟ عم حسين ابتسم ابتسامه بارده وقال له ربنا كبير يا ابني، الراجل بعد اليوم ده ما دقش طعم راحه يوم واحد. انتقام الارواح البريئه دي ما كانش مجرد هلاوس، ده كان واقع عاشه مرسي لحد اخر عمره. وكمل وقال له لما خرجوا جثته لقوا على رقبته اثر ايدين طفل كانه مخنوق، والاطفال الصغيره دي هي اللي خانقاه. الشرطه قالت ان في عربيه تريلا دخلت في عربيته، بس ازاي وكان باين ان هو مخنوق وفي اثار خنق وايد اطفال موجوده على رقبته. بس الناس القديمه اللي زيي عارفين ان الارواح بتاعه الاطفال دي رجعت وانتقمت منه، وابنه الوحيد مات في حادثه غامضه، ومراته جالها مرض نفسي وماتت من القهر. اما عن كل فلوسه فخسرها في مشاريع فاشله، وبقى عايش في شقه
شقة في نفس العمارة في دور أرضي، وكان بيقضي لياليه بيصرخ كل يوم بالليل، وصوته كان بيجيب لآخر الشارع، وبيكلم خيالات محدش كان بيشوفها غيره، وكان بيحكي لبواب عمارته إنه بيشوف إيدين أطفال موجودة في كل حتة في الأوضة اللي هو قاعد فيها. آسر بعد ما عرف الحقيقة كلها فهم إنه مش عايش في بيت مسكون، ده عايش في مسرح جريمة. وفي اللحظة دي فهم إن اللي بيحصل له ده مش لعنة ولا إن في حد عامله سحر، دي كانت استغاثة روح الأطفال اللي موجودة في البيت ده وعايزة ترجع ترتاح لأنها خلاص خدت انتقامها منه. اليوم اللي بعده الساعة دقت 11 بالليل، صحت آسر من النوم بتقول له أنا سامع صوت عيل صغير بيعيط، والمفاجأة إن آسر سمع الصوت هو كمان، صوت عياط مكتوم جاي من نفس الحيطة البيضاء اللي كانوا بيلاقوا عليها كف الطفل. المرة دي آسر ما خافش، ده حس بشفقة، قام وجاب شاكوش وقال لها لازم نخرجهم من هنا. بعد ما رجع من عند عم حسين آسر حكى الملك على كل حاجة، فهموا إن الأثر الأحمر اللي بيظهر ده ما كانش تهديد، ده كان صرخة من روح طفل متعذب بيحاول يوصلهم الحقيقة عشان يرتاح. فهموا إن هم مش عايشين مع عفاريت أشرار، هم عايشين مع أطفال أرواحهم بريئة، وقرروا إن هم مش هيسيبوا الشقة دي غير اما يحرروا اللي فيها. آسر بدأ يكسر الحيطة، ومع كل خبطة كان صوت العياط بيزيد أكتر كأنه بيقرب، كانوا بيكسروا الحيطة وهم مش عارفين هيلاقوا إيه وراها. آسر فضل يكسر لحد ما لقى حاجة غريبة جدا، شغل كشاف موبايله، جوه الحيطة كان فيه موجود صندوق حديد قديم ومصدي بقاله سنين كتير جدا، كأن بقاله أكتر من 20 سنة. مد إيده وطلع الصندوق ده، وأول ما خرج صوت العياط سكت تماما، والشقة كلها بقى فيها إحساس غريب جدا من السلام والهدوء اللي كانوا فيها. الصندوق ده زي ما يكون السجن اللي كان حابس كل الأرواح دي. آسر وملك كانوا عارفين إن دي الفرصة الأخيرة، يا إما يحرروا الأرواح دي يا إما هيعيشوا في كابوس بقية عمرهم. أما فتحوا الصندوق ما كانوش يعرفوا إن اللي جوه الصندوق ده ممكن يغير حياتهم للأبد. لقوا آخر أثر موجود للأطفال دي جوه الصندوق ده، اتخلصوا منها، وأما رجعوا الشقة حسوا إنها بيتهم بجد لأول مرة. البرد اختفى والروايح بتاعة الحريق هديت، والأغرب إن الأصوات سكتت. قبل ما يناموا بصوا على الحيطة اللي كانت بتظهر عليها كف الطفل ده، ولقوا أيادي كتير جدا بدأت تظهر، بس المرة دي ما كانش فيها دم، كانت معمولة من نور أبيض. الأيادي دي فضلت ظاهرة كتير جدا لحد ما فجأة اختفت ببطء، كأنها بتقول لهم مع السلامة. الحاجات اللي اتخلصوا منها كانت شوية كور صغيرة جدا كأنها بيلي، وكذا صورة متجمعين. كل دي كانت هي مجرد ذكريات الأطفال اللي حشروهم في المكان ده، دفنوه في مقابر الصدقة. الأرواح دي أخيرا لقت سلامها وسابت بصمتها الأخيرة، بصمة شوك. آسر وملك فضلوا عايشين في الشقة، بس كل ما يبصوا للحيطة البيضة دي يفتكروا إن البيوت فعلا بتفتكر، والله أعلم بيتك كان قبلك فيه إيه.